مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ حلقة جديدة النهاردة هنتكلم فيها عن ماتش امبارح، ماتش الاهلي واورلاند. طبعا انا بعتذر انا مقدرتش اطلع بعد الماتش امبارح، طبعا بعد الاداء السيء اللي انا شفته ده. طبعا انا مش عارف انده مين، انده كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب حرفيا انا حاسس ان هو سادد ودانه، مش حاسس، انا متاكد ان هو سادد ودانه. الجماهير بتطالبه بصفقات، ناس كتيرة بتطالب الإدارة بالصفقات، واحنا مش فالحين غير ان احنا نسحب كارت بمليار ولا نص مليار عشان نروح نعمل حمام سباحة. طبعا ماتش امبارح كان أسوأ ماتش أنا اتفرجت عليه من يعني فضيحة كروية حرفيا من أداء لعيبة. يعني شوية بهوات بياخدوا ملايين. أنا مش فاهم ازاي دول بيلعبوا كورة بجد. طبعا امبارح كان شوبير ماليش خلاف عليه. شوبير الراجل ما اقدرش، يعني ما اقدرش احمله الجونين اللي دخلوا، لان الخطأ كله من خالد عبد الفتاح. أنا ما اعرفش ازاي ده بيلعب ازاي في النادي الاهلي. طبعا ربيعة وياسر ما كانوش احسن حاجة دفاعيا امبارح، الاتنين برضو كانوا مستواهم زفت خالص. نفس الكلام نص الملعب، انا هتكلم شوية عن مروان عطية. مروان عطية طبعا ما فيش خلاف عليه ان هو من احسن اللعيبة اللي لسه موجودة في النادي الاهلي، والكيرف بتاعها لسه موجود. بس للاسف في شوية بهوات أتمنى إن هما كانوا يشيلوا المسؤولية، بس ما شالوش المسؤولية. أتكلم عن مين تاني؟ إمام عاشور ما أقدرش أحمله المسؤولية برضو امبارح، لأن إمام عاشور برضو الراجل بيعمل اللي عليه بزيادة. الماتشين اللي فاتوا الراجل جاب 5 تجوان، فأنا هقول إيه أكتر من كده يعني. طبعا أسامة أبو علي نفس الكلام، من أفضل اللعيبة اللي موجودة، بس طبعا امبارح كان سيء جدا. انا شايف ان امبارح اسامه ابو علي كان ممكن يعمل اداء احسن من كده بكتير. طبعا عمر الساعي، طبعا الراجل امبارح كان بيحاول يثبت نفسه، وكان عايز يقول للجمهور انا موجود، وكنت اقدر ان انا ابهركم باداء احسن. الراجل بصراحه ربنا امبارح نزل عمل شويه شغل حلوين. اول نص ساعه عمل خطوره على الجون بطريقه كويسه جدا. الراجل كان بيحاول ان هو يلعب على المساحات الوان والتو. كان بيشتغل عليها كويس. طبعا اول ما نزل حسين الشحات الجون اللي دخل من اسيست من كريم الدبيس، بصراحة ربنا كان احلى اسيست اتفرجت عليه امبارح، جون التعادل. كريم الدبيس اتمنى ان انت تطور من نفسك اكتر من كده. انا شايف ان انت يجي منك كتير قوي، وانا شايف ان انت لعيب كويس جدا جدا جدا، بس انت يعني ناقص عندك حتة الجرأة، وناقص عندك ان انت طول الوقت تفضل ثابت على مستواك ده. اتمنى ان انت تحسن بس من حتة المستوى ده دفاعيا شوية، انت تبقى في حتة تانية. طبعا نروح بقى لتوابع الخسارة. طبعا ده عنوان حلقتنا النهاردة. ده الطبيعي من فرقة مهلهلة زي النادي الاهلي دلوقتي. على فكرة اي فرقة، انا شايف ان مش تقدر تغلب النادي الاهلي، بس انا شايف ان اي فرقة تقدر تند معانا. يعني انا شايف ادينا شفنا مثلا ماتشات كتيرة كان في أندية كانت بتحاول تهاجم، ده حتى الجونة كانت بتحاول تهاجم عليك، كانت بتعمل تحولات هجومية عليك، وكانت خطيرة على الجون، كانت فرقة جريئة، وكانت عندها أداء كويس جدا. بس طبعا احنا الحمد لله يعني بشخصية النادي الأهلي كسبنا. بس دلوقتي أنا شايف إن أداء النادي الأهلي ابتدى يتدهور. جمهور النادي الأهلي ابتدى يغضب. جمهور النادي الأهلي ابتدى يبقى في أسوأ حالاته، لأنه طبعا للأسف كابتن محمود الخطيب مش عايز يسمع لحد. الناس اللي موجودة المسؤولين للأسف، مش أنا شايف إنها مش على قدر المسؤولية نهائي. كونك إن أنت لحد النهاردة ما جبت الصفقة، أنت راجل لحد النهاردة بتلعب بوينج واحد، وطبعا ما عندكش غير طاهر محمد طاهر وعمر كمال، والاتنين أصلا الراجل ما بيلعبهمش، ولا الاتنين أصلا بيستعين بيهم عشان الاتنين أصلا مصابين. أنت حتى البدائل اللي كانت موجودة سواء بيرسيتاو أو سواء رضا سليم، أنت واحد طلعته من القايمة والتاني أنت مشيته، أو هو اللي مشي يعني.
فانت مش انا شايف ان انت حالك بيتدهور يوم بعد يوم، وطول الوقت عمالين نتكلم نقول احنا عايزين صفقات، احنا عايزين صفقات، محتاجين وينجات، محتاجين. والموضوع اللي يقلق اكتر ان انت الصفقات دي انت مش هتجيبها يعني مش عشان خاطر كاس العالم بس، انت هتجيب الصفقات دي علشان خاطر داخل على بطولات، وعندك كمية بطولات كتيرة جدا، وعندك كمية بلاوي هتقابلها خلال الفترات اللي جاية. يعني انت اقل مثلا ماتش هتقابله مثلا ماتش الحسم، الماتش بتاع الدوري، الماتش بيراميدز، انت هيبقى عندك ماتش الجاي ماتش فاركو، وبعده هيبقى ماتش بيراميدز. بيراميدز حرفيا بالمستوى اللي هي ماشية بيه ده ممكن تخسر، ما استبعدش انها تكسب الماتش اصلا، ممكن هتعمل عندي يعني هتعمل اداء ممتاز قدامي. ليه؟ عشان انا للاسف عندي شوية مسؤولين عمالين يتفرجوا على النادي الاهلي وهو واقع. يا بهوات ركزوا، الدنيا احنا محتاجين نعمل حمام سباحة عشان خاطر الأعضاء، صدى الأعضاء، احنا هناخد قرض، القرض ده هيبقى بكذا، وناخد قرض تاني بكذا. يا جماعة في ناس هنا بتولع، يا جماعة في هنا محتاجين صفقات، الفرقة هنا محتاجة صفقات. أنا على البال طبعا خسرنا كوادر كانت قادرة إن هي تغير الحال، طبعا من كابتن سيد عبد الحفيظ وكل حاجة. والحال ده طبعا ظهر امبارح بعد الماتش، طبعا كلنا شفنا المترجم عمل ايه امبارح مع كولر، وكولر بيقول له انت مش عارف تترجم، ايه مشكلتك انك تقول الكلام ده؟ اصل الكلام ده هيعمل لي مشاكل. والله العظيم انا شايف ان انت لو انت شايف انها تعمل لك مشاكل، ففي ناس هتعمل لها مشاكل. واحنا مش هناخد الكلام من بق حضرتك قد ما في مؤتمر صحفي الكلام كله مع المدير الفني، فلما المدير الفني يتسأله سؤال المفترض ان انت حضرتك تترجم الكلام بينك وبينه وبين الصحفيين، مش تقعد وتقول لا انا مش هقدر اعمل ده، اصل انا هتمد على رجليا لو قلت الكلام ده، الكلام ده يعمل لي مشاكل. طبعا بانت خلاص، يعني انت انت خدت المدير الكرة من المدرب، خدت المترجم، حتى الطبيب النفسي اللي كان موجود في فترة كولر او في اول ولاياته لما كسبنا البطولة ال11 كان في طبيب نفسي. كان في يعني كان في شغل. طبعا الراجل ابتدى يبص يلاقي الدنيا ما بقتش زي الاول، يعني المترجم اللي معايا كحيان خالص. مدير الكرة طبعا كابتن محمد رمضان في مشاكل في اوضه اللبس، في لاعب بيسرب اخبار. كان ساعتها امام عاشور كان في بعض المشاكل بينه وبين الشناوي وهو مش عارف يلمها، ويقول لك اصل احنا غرمنا امام عاشور، وكان بيطلع يتكلم على الملأ، والناس كانت بتستخدم التصريحات دي وبتستخدم الاساليب دي كمادة دسمة، بتقعد تتكلم طول الوقت في الاعلام، فانت بتضغط فريقك بنفسك. كابتن سعد عبد الحفيظ كان عنده احترافية في الحتة دي، لا انا عندي مثلا فلان بيعمل مشكلة مع علان، انا هغرمه، الكلام ده هيبقى توب سيكريت، يعني مش هيطلع بره الفريق، واي حد فيكم هيعمل اي حركة او يعمل اي حاجة هيتغرم زيه زي ده. فانا كنت شايف ان في شخصية، للاسف انا شايف ان مفيش شخصية. ليه؟ لان المدير الفني كمان انا شايف ان من ذكاء كابتن سعد عبد الحفيظ ان لما المدير الفني يكون عنده ضعف في الشخصية، كابتن سعد كان بيقدر يحلها. احنا النهارده ما عندناش شخصية، احنا النهارده عندنا مدير كورة احترافية، لازم يكون عندك مدير كورة محترم. بعد كده انت مشيت خالد بيبو الراجل كان بيحاول يعمل اكتر من اللي عليه، الراجل ما قصرش، دي وجهة نظر. اه ما كانش طبعا بمستوى كابتن سيد عبد الحفيظ، بس للاسف انت عارف مشكلة ان الفريق الكيرف عمال ينزل من لعيبة لمسؤولين لجهاز اداري، في مشكلة مش طبيعية. يعني انت المشكلة كلها ان انت كإدارة المفترض ان انت شايف المركب بتغرق، وبدل ما تلحقها لا انت سايبها تغرق تولع بقى، انا ماليش دعوة. فالكلام اللي انتوا بتعملوه ده انا بيديني دافع ان انا شايف طول الوقت ان مجلس الاداره خلاص كده هو شال ايده من كل حاجه، هو مش عايز يساعد النادي الاهلي، هو ما بيفكرش في النادي الاهلي اصلا. فاحنا بقى نبقى زينا زي باقي الفرق بقى عادي في الدوري المصري، وده طبعا ما ينفعش انه يحصل، لان انا يعني شايف ان النادي الاهلي ما يستحقش كل ده، ولا الجمهور يستحق كل ده. ونشوف النهارده لعيبه بتطلع بتنتقد بترد على الجماهير،
حاجات يعني في قمة العبث، وحاجات كلها في قمة التفاهة. مش ما عنديش حاجة اقولها. طبعا كابتن محمد رمضان مش قادر انسى الموقف بعد ماتش بشباب بلوزداد، لما قال للشناوي يلا ادخل على اوضه اللبس ومش عايز اقول كلمه وحشه والله العظيم عشان مش قادر انسى القصه دي. انا عارف ان القصه دي اتقفلت من بدري، بس دي حاجه من ضمن الحاجات اللي مخليه ان النادي الاهلي يبقى فيه مشاكل. ده مش عاده النادي الاهلي. النادي الاهلي مفترض ان انت النهارده عندك مدير كوره محترم. الراجل كان بيتكلم بكل صراحه امبارح في حته الصفقات. اه طبعا مفيش صفقات. اه الراجل هيكذب ليه؟ ما احنا كلنا كجمهور شايفين انتوا عايزين تدلسوا ايه، عايزين تقولوا ايه، وكلام ايه اللي هيعمل مشاكل. ما هو احنا كلنا شايفين الكلام ده قدام عينينا ان مفيش صفقات. انت لحد النهارده ما تعاقدتش مع حد. احنا يناير قرب يخلص وما اعلناش عن صفقه حتى. وقلتوا مصطفى العش جاي ومصطفى العش ما جاش. وقلتوا ان احنا بن بنتفاوض مع الياس شوارف ولحد النهارده ما جاش. كان في كلام على ايفرتون وما جاش. كان في كلام على بن شرقي وما جاش. كان في كلام على تريزيجيه وما جاش. كان في كلام على الياس كان في كلام عن الادريسي، اسامه الادريسي وما جاش. هنفضل نقعد طول الوقت نقعد نعد في لعيبه، ده احنا بنتعاقد مع فلان، احنا فاتحين كلام مع علان، ولحد النهارده ما بنعلنش عن الصفقات. اصل والله الشخص ده بيعلق. لا انتوا المشكله كلها بقيتوا فشله في القصه دي. فشله بالذات ان اكبر دليل على الفشل واللي ظهر حوالينا احنا كجمهور، ان احنا لما النهارده بنطالب بصفقات وانتوا لحد النهارده مش عارفين تخلصوها. مش عارفين تخلصوا كام صفقه. يعني بيراميدز دي اجدع منكم على كده بقى. دي بيراميدز اي حاجه، حتى سيبكم يا اخي لو معاه شويه رز، بس بيقدر ان هو يجيب صفقات ومعاه لعيبه. على فكره بيراميدز دلوقتي من احسن السكواد في مصر. لو الاهلي ملحقش ان هو يحسن من السكواد بتاعه. يا جدعان احنا محتاجين صفقات. يعني حتى احنا محتاجين، حتى على الاقل دلوقتي لحد دلوقتي محتاجين 3 وينجات، ومحتاج مهاجم. يعني انا محتاج اقل حاجه 9 لعيبه. اه هتقول لي 9 لعيبه ازاي؟ اقول لك احنا تعالى احسبها. انت هتلاقي انت محتاج وينجات، محتاج 3 وينجات، محتاج صفقه مهاجم، محتاج خط نص الملعب. طبعا انت عندك عمرو السولية خلاص. يعني انا شايف ان هو مش هيقدم اي حاجه جديده. مش هيقدم حاجه جديده. طبعا كريم وليد مش هيقدم حاجه جديده. فمشي الناس دي، مشيهم. مشي الناس دي، فور اللعيبه دي، فور الفرقه دي، واعمل فرقه من جديد. لان انت داخل على موسم صعب. انت هتلعب بطولات كتيره. انت ضيعت من اول السيزون، ضيعت السوبر الافريقي، وضيعت بطوله الكاس الانتر كونتيننتال اللي هي كاس التحدي، وما قدرتش توصل النهائي قدام ريال مدريد. وكنت هتخسر السوبر المصري، بس ربنا ستر وكسبنا السوبر المصري برضو بضربات جزاء. وخسرنا من باتشوكا بضربات جزاء. ودلوقتي اهو انت بتنافس على الدوري. جدول الدوري الحال زي الزفت. بتروح تتعادل مع انبي، وبتروح تكسب الجونة بالعافية، وبتروح تكسب المصري بالعافية. ده ما كانش حالنا. ده ما كانش أدائنا. الموسم اللي فات كان من أحسن المواسم. النهاردة أنت ما عندكش حاجة. أنت كولر بيبص حواليه راجل وحيدا ما عندوش، بيعتمدش إلا على شوية لعيبة، وللأسف مفيش أي حاجة جديدة. يا راجل ده كولر انا فاكر له تصريح مره مع ابراهيم فايق كان بيساله، بيقول له لو محمود الخطيب فتح لك ميزانيه وقال لك اختار تجيب صفقات، انت هتجيب مين؟ قال له تفتكر كابتن محمود الخطيب هيوافق بالميزانيه دي؟ رد في قمه مش عارف اقول ايه والله. بس بجد انا شايف ان النادي الاهلي ابتدى يبقى نادي مهلهل خالص ومفيش استقرار. مفيش تفكير، مفيش تقدم، مفيش فكر جديد. مفترض انت النهارده بتطور فرقتك عشان انت داخل على كاس عالم. بتطور فرقتك. انت قدامك بطولة التالتة على التوالي لازم ناخدها. انت بتلعب في الدوري، اصعب دوري السنة دي. عشان طبعا حتة التأجيلات ديت، عشان احنا كنا بنشتكي من التأجيلات. فانا مش هبرر ولا هطلع اتكلم تحكيم. امبارح كان التحكيم وحش. امبارح كان التحكيم وحش، بس انا كنت اقدر اكسب. انا كنت اقدر اعمل حاجة. كنت اقدر اعمل حاجات كتيرة كمان. انا مش هطلع اتكلم اقول لك اصل انا وسام ابو علي كان ليه ضربه جزاء، اصل حسين الشحات كان ليه ضربه جزاء،
الجون اللي جابه ربيعه كان جون، انا مش هطلع اتكلم الكلام ده، لان احنا كلنا عارفين احنا ما بنهتمش بالكلام ده قد ما بنهتم ان لازم الفرقه اللي تكون قدامنا احنا قادرين ان احنا نكسبها، حتى لو التحكيم جاي علينا، احنا النادي الاهلي. فانت النهارده فرقتك فاضيه، فالعيب مش عيب تحكيم، هو التحكيم ماله، هو التحكيم هيعمل ايه؟ ما هو مفيش فار في المجموعات وانت عارف حاجه زي كده. فلحد النهارده عندك مشاكل، كميه مشاكل كتيره جدا في الفرقه، والجمهور عمال يقول لك بص احنا بنشاور لك على دي، اعمل دي، هو مش سادد ودانه، لا انا مش هعمل اي حاجه، اصل احنا عندنا ازمه دولاريه، احنا عندنا مشاكل في مش عارف فين، وفي لعيبه مش عارف عايزين هنعمل معاها ايه، واحنا لسه والله العظيم واخدين كارد ولسه هنسدده. الحاجات دي كلها انا ماليش علاقه بيها، انا عايز صفقات. انا كراجل شايف فرقتي بتنافس، وشايف فرقتي في بطولات، انا بتفرج على كوره. هو النادي ده الجمهور بيتابعها ككوره، انا ماليش علاقه بمشاكلكم، انتوا الحاجات دي انتوا تتصرفوا فيها، انتوا كاداره، انتوا كاداره تعملوا الكلام ده. فاتمنى يكون في جديد. طبعا مفيش اي اخبار عن صفقات لحد النهارده. حاسس ان الموضوع ابتدى يبوخ، وحاسس ان الموضوع مش في احسن حاجه، وانا ابتديت ابقى اتشائم. ابتديت بجد حرفيا الاداره خلتني ابقى هنا من انا قاعد بتفرج على الماتش امبارح، حاجه كبسه على نفسي، مش قادر، حاسس ان انا مش قادر خلاص، هيجيلي جلطه من كتر الاداء السيء اللي شايفه، دفاعيا زفت وهجوميا زفت، مفيش تحولات هجوميه، مفيش اي حاجه. الفرقه امبارح كانت فاضيه، مفيش اي حاجه. فاتمنى ان اداره النادي الاهلي يوصل لها الكلام ده، اتمنى ان يبقى فيه جديد. طبعا منتظرين يبقى فيه صفقات، لان ده الاهم في الوقت الحالي، ان احنا يبقى عندنا لعيبه، لان احنا للاسف الجوده اللي موجوده معانا للاسف، احنا بنشتغل بجوده، مش عايز اقول لفظ يعني. احنا عندنا خالد عبد الفتاح ومعانا كريم نيدفيد، في لعيبه لازم تمشي، في لعيبه لازم تتفور، في لعيبه لازم تمشي بجد، والله العظيم الموضوع ده مش هزار. في لعيبه ما ينفعش ان انت تجدد لها، في لعيبه انت المفروض تبني من جديد. النهارده في لعيبه بتعدي التلاتينات، المفروض ان انت تبني للي جاي، المفروض ان انت يبقى عندك لجنه سكاوتنج تشتغل، تبص على اللعيب، تشوف اللعيب ده، انا عايز اللعيب ده معايا. يا اخي دور، شوف هات اي حد، محتاجين لعيبه. فاتمنى البهوات يوصل لهم طبعا الكلام ده. حبايبي طبعا يعملوا سبسكرايب للصفحه، ويعملوا لايك للفيديو، ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. استودعكم الله، والسلام عليكم.